3000 جنيه مرة واحدة. مفاجأة سارة في أسعار البصل بالأسواق اليوم. تعرف على التفاصيل المفرحة. نشرت الجريدة الرسمية في بداية الشهر الجاري القرار رقم 349 لسنة 2023 الخاص بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر على أن يبدأ من الأحد 1 أكتوبر 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023، وذلك في إطار جهود الدولة في السيطرة على ارتفاع أسعار البصل خلال الآونة الأخيرة. وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت في وقت سابق أن قرار الوزارة بشأن حظر تصدير البصل ساري ولم يتم إلغائه، لتشهد أسعار البصل استقرارا بشكل نسبي وفي اتجاه الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وبعد مرور 3 أيام على تنفيذ قرار الوزراء بشأن حظر تصدير البصل الطازج لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار البصل، أكد وزير التموين أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في أسعار البصل والأرز والسكر والطماطم، مشيرا إلى أن الانخفاضات ستبدأ بعد قرار حظر التصدير، وأنه كان هناك اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الزراعة السيد القصير، وتم اتخاذ القرارات المناسبة لتشهد الأسواق استقرارا وانخفاضا في الأسعار وأسعار البصل. وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة الوقوف إلى جانب المواطن والذي يحق له أن يفصح عن مشكلاته التي يعاني منها، مشيرا إلى أنه يتلقى رسائل من أعضاء مجلس النواب يطالبوه فيها بعمل تسعيرة جبرية للسكر، ولكن الدستور المصري نص على أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد حر منضبط، ونواه بأنه يرفض أن يكون هناك تسعيرة جبرية لأي سلعة، ووعد المواطنين بأن تنخفض أسعار السكر في الفترة المقبلة على الرغم من أسعار السكر عالميا تسجل ارتفاعات كبيرة. ومن جانبه كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية بالقاهرة أن أسعار البصل في سوق العبور تتراوح من 14 جنيه إلى 18 جنيه، وهو أعلى سعر للبصل في سوق الجملة، مشيرا إلى أن من المفترض أن يكون أعلى سعر لكيلو البصل في الأسواق هو 23 جنيه، وهناك أسواق شهدت انخفاض في أسعار البصل بالفعل لتصبح الأسعار تتراوح من 20 إلى 22 جنيه. وأكد النجيب خلال تصريحات إعلامية أن سبب اضطراب أسعار البصل في الأسواق هو الكميات المعروضة ومعدل الشراء، خاصة أن كميات البصل محدودة في بعض المناطق، ولكن هذا لا يعني وجود أزمة أو نقص كبير، مشددا على أن الأسواق المصرية لا تخلو من البصل. وأوضح أن أسعار البصل انخفضت بحوالي 3000 جنيه في الطن الواحد بعد قرار تطبيق حظر تصدير البصل إلى الخارج، مؤكدا أن الأسواق شهدت انخفاضا في سعر البصل الأحمر الذي يستخدم في المنازل بكثرة، ليتراوح سعره خلال الشهر الجاري من 15 إلى 20 جنيه مقارنة بسعر البصل الأبيض. وشدد النجيب على أن أسعار البصل سوف تنخفض ولا مفر من ذلك مع زيادة المعروض منها وطرح الكميات المتبقية من طلبات التصدير للخارج، خاصة أنه لم يمر على تطبيق القرار سوى 3 أيام لتسجل الأسعار انخفاضا بالفعل من 25 جنيه إلى 22 جنيه. وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق خلال اجتماعه 24 سبتمبر الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة على قرار إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي آخر عام 2023 الجاري، وذلك في إطار جهود الحكومة في ضبط أسعار السلع في الأسواق. وانتشرت شائعات بعد قرار الوزارة تفيد بأن الحكومة تراجعت عن قرار حظر التصدير، ليتواصل مجلس الوزراء مع وزارة التجارة والصناعة، والتي أصدرت بيان توضيحي أكدت فيه أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر، وذلك لمدة 3 أشهر وفقا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدا أنه تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأن التواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت هذه الشائعات وعدم صحة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر، ومن المقرر أن يأتي قرار إيقاف تصدير البصل قد يساهم في خفض أسعار السوق المحلية لكنه لا يخدم الصادرات. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.